أصدق من الله قيلا. لا شيء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. طيب تعال نقارنه بين النبيين. نعم كلا النبيين جاء بمعجزة، مزبوط وكلا النبيين له علاقة بالسماء، مزبوط. وكلا النبيين خلقه الله بدون أب. نعم عيسى آدم هبط ذات يوم من السماء، وعيسى سيهبط ذات يوم من السماء. نعم جاء ذكر آدم في القرآن 25 مرة، وجاء ذكر عيسى عليه السلام 25 مرة، وآية وحيدة جمعت النبيين. زد على ذلك ذكر آدم للمرة 19 جاء في السورة 19 وهي سورة مريم. نعم. وذكر آدم عليه السلام للمرة 19 جاء في السورة 19 وهي سورة مريم. انت الملخص بتاعتها انك تلقى النبيين متساويين في كل شيء. السلام عليكم. مرحبتين مرحبتين. يا مرحب بك يا اخ يونس، كيف حالك الغالي؟ الله بخير الحمد لله. انت اخبارك؟ الله الرجاجيل الابيه والطاهرات والعفيفات النقيه. كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله زي الفل. طمنا عليك وعلى الجميع. سعيدنا الغالي. بركات حبيب القلب، لك وحشه والله. الله يجبرك يا حبيبي ويسترك يا رب. كيف حالك؟ بخير يا رب العالمين. روحت ولا ما زلت في الخارج؟ لا حاليا في مصر. الحمد لله ان ربنا يجمعك باهلك واسرتك وانت في خير وفي عز. الحمد لله يا رحمه. تعال لك كوبايه شاي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وحمزه فكرنا بالشاي. والله عملنا كوبايه شاي قلنا نشربوها كده قبل ما نبدا اللقاء بتاعنا. انا والله مش محضر اي حاجه يعني، ولكن زي ما احنا متعودين مع بعضنا شوي. والله لقيتك معدي قلت تعال ندرج شنو وياك، لان خلي بالك انا ما بطلعش يعني، ممكن كل يوم كل 3-4 ايام نلعب جوله عشان ننشط الحساب مش اكثر. بالضبط يعني جولات فاهم. فقلت ايش وماله احيانا انت ممكن تسبب الحد انه تحرج حد مثلا، تلعب جوله واحد يدعمك احراج حياجه، فما اخذ بالسيف الحياء فهو حرام. بالضبط صح. وبعدين كن على يقين ان رزقك في يد الله وجايك جايك. اكيد كان في طعم الخبز مذله فمن الحياء ان نموت جياعا. الله. لا تسمح لاحد ان يكن سكرا في قهوتك، واشربها ساده وحافظ على عزه نفسك جيدا. نعم هذا مظبوط والله. منورين نورك يا حمو. لا تركع لمن اراد الرحيل، فصلاة الميت لا ركوع فيها. نعم. لا تركع لمن اراد الرحيل، فصلاة الميت لا ركوع فيها. انت عامل قناة يونس؟ ماشي يا مسك. قناة على اليوتيوب؟ على اليوتيوب؟ لا عايزك تعمل قناة. ما نعرفش نعمل فيها. طيب نعمل فيها ايش؟ اعمل قناة، الفيديوهات اللي انت بتنزلها على التيك توك وعلى الانستجرام نزلها كذلك على اليوتيوب. والله يا اخوي انا ما عمري، صدق ان انا عمري اليوتيوب ده ما دخلتش عليه في حياتي مرتين ولا 3. لا اليوتيوب ده الاساسي في السوشيال ميديا، دي الحاجة الاساسية في السوشيال ميديا عموما. زي ما انت يا ابو حمزه. انا كنت شيء، انا من حوالي 8 شهور ولا 9 شهور. اسمك اسمه عبد الرحمن ولا محمد؟ محمد ماشي يا محمد. اليوتيوب عالم الاساسي في السوشيال ميديا. حاجات جمهور حقيقي، جمهور محترم تمام. فيه برضو بعض المميزات ابقى اقول لك عليها، انا ممكن ارن عليك في يوم كده. انت يا دوب بتسجل دخول بالجيميل بتاعك اللي انت بتدخل بيه مثلا على الفيسبوك او على الانستجرام، هو ايميل واحد هتسجل عليه باسمك نفس الاسم ده وتنزل فيديوهات زي ما انت، ومالكش دعوه بالباقي. هتلاقي كده خير اتفتح لك. والله بعون الله يا صاحبي، بعون الله سبحانه وتعالى. امين. لكن والله العظيم المشكله ان انا المشكل في حاجه يا ابو حمزه، ان انا والله العظيم ما بنعرف يعني ايش جيميل، ولا نعرف يعني يمكن بهت عشان نقول لك عشان نعرف نفتح لايف. قعدت تيجي اسبوع على البرنامج ده يقول لي افتح كذا واعمل كذا. يعني كنت لما نيجي نفتح اللايف رن على واحد زي حالاتك نعمل ايش؟ يقول لي تك على الزرار اللي في النص كلمه لايف اظهر لايف. طيب تصدق اني مره فتحت لايف وجيت نقفله ما عرفتش، قفلت التليفون خالص. الله يسعدك. اقسم بالله العظيم انا اصلا القصه انا تليفون زراير، فهمتني؟ نعم. كان معي تليفون زراير ما نعرف حاجه في اي حاجه، جات اخبط عدي جات كذا زي ما بقولوا.
ايوه ايوه. والله ابراهيم، حياك الله يا ابراهيم، وان شاء الله خير يا صاحبي. يا مرحبا بكم جميعا شباب. بعتذر اني مش برد على التعليقات بس عشان نتكلموا يعني في بعض الامور، فاسمحوا لنا يعني. وبرضه في بعض الناس الموجوده معانا من الاول فاهمين الكلام ده، وهم برضه هيقولوا لكم اثناء يعني حوارنا مش هرد على كل التعليقات، فاعذرونا يعني. طيب يا اخ يونس، ابو محمد، خليها ابو محمد وابو حمزه، ماشي يا غالي. الله يبارك. عايزين نستمتع شويه كده بالكلام اللي انت طيب احنا في البودكاست اللي فات اتكلمنا عن سيدنا عيسى ان هو مثل سيدنا ادم. تمام، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. عاوزك انا برضو نسمع منك المقارنه البسيطه دي اذا تسمح. لا، الله ماشي. ربنا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. نعم. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يضرب لك مثل، ان يقول لك ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، لابد ان يكون النبيين دول متساويين في كل شيء. نعم. من اصدق من الله قيلا. لا شيء. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. طيب تعال نقارنه بين النبيين. نعم. كلا النبيين جاء بمعجزه، مظبوط. وكلا النبيين له علاقه بالسماء، مظبوط. وكلا النبيين خلقه الله بدون اب. نعم. عيسى آدم هبط ذات يوم من السماء، وعيسى سيهبط ذات يوم من السماء. نعم. جاء ذكر آدم في القرآن 25 مرة، وجاء ذكر عيسى عليه السلام 25 مرة، وآية وحيدة جمعت النبيين. زد على ذلك ذكر آدم للمرة 19 جاء في السورة 19 وهي سورة مريم. نعم. وذكر آدم عليه السلام للمرة 19 جاء في السورة 19 وهي سورة مريم. انت الملخص بتاعتها انك تلقى النبيين متساويين في كل شيء. اقرب قصتين ادم وعيسى تلقاها اكثر اثنين متشابهين مع بعض، موسى ويوسف. ازاي؟ بس نقول لك كلا النبيين موسى ويوسف مقارنة بديعة بين نبيين موسى ويوسف عليهم وعلى نبينا السلام. عليه السلام. كلا النبيين كان في مصر، وكلا نعم. النبيين كان مفقود، وكلا النبيين ألقي، أحدهم في اليم والآخر في الجب. نعم. يوسف عليه السلام ألقي على يد مبغضيه إخوانه، ألقوه في غيابة الجب يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وموسى عليه السلام ألقي على يد أحبابه أمه بأمر ربها، فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن لردوه إليك وجاعله من المرسلين. من حزن على يوسف يعقوب وابيضت عينيه من الحزن وهو كظيم. ومن حزنت على موسى أمه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. من طلب البحث عن يوسف يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه. ومن طلبت البحث عن موسى أمه وقالت لأخته قصيه. أصحاب القصر أو صاحبة القصر الذي نشأ فيه موسى هي من طلبت أن يتربى موسى في قصرها. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بينما يوسف عليه السلام صاحب القصر هو من طلب أن يتربى يوسف في قصره. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بداية الفرج لموسى وحرمنا عليه المراضع، وبداية الفرج ليوسف إني لأجد ريح يوسف. أصحاب القصر الذي نشأ بينهم موسى عندما كبر عذبوه وأرهقوه وأخرجوه وخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. يا ابني اللي بتكلم في التليفون مش مكلم يا عمي، مش مكلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى العيال الصغيرين ما عندهمش ذوق، لسه بيتعلم. محمد الله يطلعونا من القصة اللي بنتكلموا فيها. العيل شايفك بتتكلم ويجي لك برضك. لسه شوفوا طيب إذا في شيء مهم. لا شوف مين، شوف عايز تقول له راح رضع عندي زي ما تقول جديان بيترضع، تقول له راح رضع يعمل لك فيلم. لازم تكون معاه في كل مكان. انت بقى طول اليوم حش برسيم
واسرح وشيل، تمام، ويجي في الليل ما تعرفش ترقد. الله يعينك ربنا. لا قوة الا بالله. هي الدنيا كده يا والله أبو العظيم يا رب، محمد، ما خليهاش يعني. والله العظيم بهدل يا ابو حمزه، بهدل ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. الله يعينك. أهم حاجة ما دام إذا كان الرزق الكيد، حلال فهو بالدنيا كلها. والله العظيم يا ابو حمزه يعلم الله سبحانه وتعالى. الله يعينك. كله شكرا يا أبو محمد. الله والله العظيم يعلم الله سبحانه وتعالى. والله 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 اليوم هذا اللي بنكلمك فيه، نعم. احنا ماشيين على الشارع، عربيه تخش في الغلم تقتل يا النعجه، الله. وحتى جاري ما يجي يقول لي، شوف جاري ما يجيش يقول لي معلش، ابنه مدي عربيه لطفل صغير يخش في الغلم ولا ورا، تمام. يا الله. يا شباب اقسم بالله العظيم، جاري يعني حتى ما قدرش ان انا قلت يعني لابنه يقول لك مثلا معلش الواد صغير، سامحنا، أي ولا شيء يعني. يحمل. انا ما ممكن نقول لك اديني حق اللي انت قتلتها. نعم وحقك. طب لو حد غيري كان مسك الولد ضربه، طفل صغير وخلى غلم مشي على الطريق ودخل فيها بعربيه، كان واحد ضربه. انت المفروض كجار تقدر ان حبيبي انا ماشي. ان ابنك لما نزل خايف قلت له روح ماشي. هتعمل ايه طيب؟ لم حتى والله العظيم ان حنكي ده ما فتح بلفظ بحرف، والله ما قدرها، اقسم بالله ما من قدرها. تركها لله الساعه عوضها. دلوقتي الساعه دلوقتي 12 11 ونص، والله العظيم ما جاني لعند دلوقتي من الساعه 10 في الصبح لدلوقتي ما جاني جاري مسأل علي. لعله خير، لعله خير ان شاء الله، والتمس لاخيكم العذر. بس برضه يعني ما دام هو متواجد وعرف باللي حصل، المفروض كان جاء وقال لك يعني سامحنا او كده، وعيل صغير والموضوع عدى. طيبة الزيادة يا ابو حمزة، طيبة الزيادة احيانا بتكون تتعب صاحبها. نعم. طيبة الزيادة احيانا تتعب صاحبها. هو بالمشكلة. عارفك ان انت ايش، مش هتاخذ عوض ومش هتدور، خلاص، ونقول الحمد لله رب العالمين، خلاص هو مش مدور عليك. عارف بقى لو كان واحد قليل ادب مثلا وبتاع، وعارفه انه كان مشاله وقال له انا اسف وانا غلطان من تركها لله عوضها. لحظة يا ابو حمزة، في واحد يقول الكيد. مهم. مرحبا نجي الجميع بس حبايبي. بس عشان هو من بدري يقول وسكت شكله زعلان، ده قليل اصلا. حبيبي الغالي اسمع الحته هذه. الله سبحانه وتعالى حدثنا عن الكيد، أخبرنا عن كيد الكافرين وكيد المنافقين وكيد الشيطان وكيد الرجال وكيد النساء، ثم لله المثل الأعلى عن كيد الله نفسه. الصورة الذي جاء فيها إن كيدكن عظيم هي سورة يوسف. في بداية الصورة يقص الله سبحانه وتعالى لنا على لسان يعقوب محذرا لابنه فيكيد لك كيدا، ثم في منتصف الصورة إن كيدكن عظيم في حق زوجة العزيز نفسها، ثم في أواخر الأمر عن كيد الله نفسه، وكذلك كدنا ليوسف. الله سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. طيب لنقارن الأمر حتى نرى ماذا فعل يوسف أو ماذا فعل الشيطان مع يوسف وامرأة العزيز. عندما أرادوا أخوة يوسف النيل من أخيهم بدأوا بالتفكير، بداية الأمر تفكير، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، تفكير. نعم. أقتل يوسف، تخطيط. ألقوه في غيابة الجب، تنفيذ. طيب عند زوجة العزيز وراودته التي هو في بيتها، تفكير. غلقت الأبواب، تخطيط. قالت هئت لك، تنفيذ. طيب ماذا فعل الشيطان وماذا يملك الشيطان؟ وهل كيد الشيطان ضعيفا؟ نعم. الشيطان لا يملك صلاحية التخطيط والتنفيذ، فقط يملك صلاحية الوسواس في بداية التفكير. نعم. عيد لك ثاني. ماشي. تمام يا جمال، حاضر. حبيبي يا دارا. الله سبحانه وتعالى حدثنا عن الكيد، فأخبرنا عن كيد الكافرين وكيد المنافقين وكيد الشيطان وكيد الرجال وكيد النساء، ثم عن كيد الله نفسه ولله المثل الأعلى. في بداية سورة يوسف يوصي يعقوب ابنه فيكيد لك كيدا، ثم في حق زوجة العزيز إن كيدكن عظيم، ثم في حق الله نفسه ولله المثل الأعلى، وكذلك كدنا ليوسف، أي كيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
الله سبحانه وتعالى أخبرنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عندما أرادوا إخوة يوسف النيل من أخيهم بدأوا بالتفكير: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا أبينا. منا. ثم ارتقى الأمر أو تصاعد الأمر تدريجيا إلى التخطيط: اقتلوا يوسف، تخطيط. نعم. ثم خططوا وبدأت التنفيذ، ارتقى الأمر إلى التنفيذ: فالقوه في غيابة الجب، تنفيذ. طب في حق زوجة العزيز وراودته، تفكير. تفكير. غلقت الأبواب، تنفيذ. تخطيط. آه. قالت ائت لك، تنفيذ. الشيطان هنا لا يملك صلاحية التخطيط والتنفيذ، فقط يملك صلاحية الوسواس في بداية التفكير. ضعيف شيء. إذن كيد زوجة العزيز وأخوة يوسف أقوى من كيد الشيطان. نعم. الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان لم ينفذ ولم يخطط، بل وسوس في بداية التفكير فقط. نعم. صدق الله العظيم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا أخي سبحان الله، سبحان من أعجزنا حتى بالأحرف. والله. ال ال يا أبو حمزة، نقول لك تفضل. في 10 أحرف من أصل 28 حرف، وهم عدد حروف اللغة العربية. يستحيل أن تجد اسما عربيا واحد يخلو من إحدى هؤلاء الأحرف. 10 حروف من أصل 28 حرف، وهم عدد حروف اللغة العربية. يستحيل أن تجد اسما عربيا واحد يخلو من إحدى هؤلاء الحروف 10، وهما الباء والسين والميم والألف واللام والره والحاء واليه والهه. مستحيل تجد اسما عربيا واحد يخلو. جربوها. الأعجب من ذلك لو جمعت الجملة دي تطلع معك هي جملة بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، ما شاء الله، سبحان الله. الجملة 10 أحرف اللي هي بداية. هم أصحاب جملة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، مزبوط. سبحان الله الذي أعجزنا حتى بالأحرف. والله أعجزنا حتى بالأحرف. سبحان الله العظيم. القرآن، الأنبياء مدرسة، والقرآن أرقى وأسمى وأرفع المناهج التعليمية، بس للتدبر للناس اللي تتدبر. والله العظيم ما شرط الشهادات يا أبو حمزة، أقسم لا بالله لا. ما شرط شهادة. والله العظيم في ناس بسم الله تبارك الله نعرفوها، تلقاه حافظ كتاب الله، وهو يا أخي أنا والدي الله يرحمه ويسامحه، والله الذي لا إله إلا هو، يمكن ما دخلش مدارس، ولكن يا أخي كان هيجد حافظ كتاب الله كما ما شاء الله. فربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناته. اللهم آمين يا رب العالمين. تعليم الدنيا أهم شيء، وأهم شيء من ده كله تعليم في الدين. طبعا انت نقول لك القرآن مدرسة، أو الأنبياء مدرسة، والقرآن أرقى وأسمى وأرفع المناهج التعليمية. نعم. أنت خلي بالك، أي واحد تلقاه مميل في حياته أم القرآن، بسم الله تبارك الله، حتى في حديثه تلقاه لبق، حتى في الحديث فعلا. والله العظيم أي حد تلقاه، والله العظيم لو حافظ 3-4 أجزاء تلقاه حتى في طريقة تفكيره وبتاع القرآن يفتح العقل، ينور. ما هو رب اللي قال لك وننزل من القرآن وما هو شفاء ورحمة. الشفاء والرحمة لكل شيء. ربنا سبحانه وتعالى يا ربي لنا أبناؤنا يا رب العالمين. اللهم آمين. ربنا سبحانه وتعالى يا رب العالمين. تربية الولد أشق. نعم. وتربية البنت القرآن إن هو أسمع إن هو نزل في مواقف، مثلا يعني ما نزلش مرة واحدة جملة، لا، نزل كل ما يحصل موقف أو حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل آيات قرآنية. جاء وفدا من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد حدثنا عن ربك، ابن من هو، وأخ من، وأب من؟ وجاء وفد آخر وقالوا: يا محمد صف لنا ربك، من حديد أم من فضة أم من ذهب هو؟ فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بكلمات مشرقات منيرات مبدعات متألقات متلألئات. جاءهم بقول الله تعالى: قل هو الله أحد
نفى الكثرة والعدد. قل هو الله، نعم. نفى الكثرة والعدد. الله الصمد، أحد. نفى الاحتياج إلى أي أحد. لم يلد ولم يولد، نفى الصاحبة والولد. نعم. ولم يكن له كفوا أحد، أي لا ند مع الله، ولا شريك مع الله، ولا مالك مع الله. وترى كل هذا الوجود أو كل حي في هذا الوجود ترى في احتياج إلى الله. لذلك من أسمائه الحي، وهو الحي قبل كل حي، وهو الحي الذي أحيا كل حي، وهو الحي الذي أمات كل حي، وهو الحي الذي أفنى كل حي، وهو الحي الذي لا يموت. نعم. سبحانه. سبحان سبحان الله. ربي يدبر. أنت أحسنت، قلت القرآن نزل مواقف، نزل في 23 سنة القرآن. نعم. 6236 23 سنة. ولكن نزل به جبريل، فعندما نزل به جبريل أصبح أفضل الملائكة ولقب بالروح الأمين. مظبوط. ولما نزل على صدر محمد أصبح أفضل الأنبياء والمرسلين. وأنزل على أمة محمد فأصبحت خير الأمم. خير الأمم. وأنزل في شهر رمضان فأصبح سيد الشهور. وأنزل في ليلة القدر فأصبحت ب1000 شهر. ما اختلط القرآن بشيء إلا حسنه وجمله. اللهم الله. اجعلنا من أهل القرآن يا رب. اللهم آمين اللهم يا رب اجعلنا من أهل العالمين القرآن جميعا يا رب. أحسنت والله يا أبو محمد. خلي بالك يا أبو محمد، يا أبو حمزة، إحنا كلنا مقصرين. نعم. كلنا مقصرين، ولولا رداء من الله اسمه الستر لانحنت أعناقنا من شدة والله الخجل. فعلا. والله كلنا مقصر، أقسم بالله ما عبدوا الله حق عبادته. يعني والله لو مهما تعمل مش هتوفي حق الله في نعمة البصر مثلا، في نعمة السمع، في نعمة الصحة. ما تحكيش لا. كل هذه ولا شيء. كله. انت لو مسكت حياتك قسمتها كذا، لو مسكت حياتك قسمتها، نحدثك على نفسي. انا عندي مثلا، لنفترض ان انا عندي 40 سنة، لا تمام؟ يعطيك الصحة طولة العمر. ال 40 سنة دولت لما تيجي تقسم كذا تلقى منهم 10 سنين انت طفل مش مكتوب عليك حاجة خالص. مظبوط. يبقى فضل 30 سنة. 30 سنة دول 30. على طول كده اقسمهم اثنين، في 15 سنة انت نايم و15 سنة صاحي. مظبوط. طيب ال 15 سنة اللي انت صاحي بقى تعالى نفترض منهم قديش عمل، وقديش اكل، وقديش شرب، وقديش لعب، وقديش، وبتبص في الاخر خالق تلاقيك انت ال 15 سنة دول ما عبدتش الله فيهم اسبوع كامل. مظبوط. والله يقسمها كده. والله ما انت ال 15 سنة اللي انت صاحي فيهم، اللي انا صاحي فيهم، ال 15 سنة اللي انا صاحي فيهم، قديش كنت بنلعب كورة، وقد ايه بنسمع ماتشات، وقد ايه بنسمع مسلسلات. طيب قد ايه كنت بناكل، فهمتني؟ قد ايه كنت بنشرب. احسب كده، احسب وانت ماشي تلقى في الاخر خالص. طب تعالى بقى في الاخر قد ايه عبدت الله فيهم. والله العظيم ما تلقى انا عبدت الله فيهم كامل كده اسبوع كامل. 7 ايام كاملين ما عبدتش الله فيهم 7 ايام كاملين. انت لو حسبت مثلا في اليوم، لو هتصلي الفجر في 5 دقائق، الظهر 5 دقائق، يعني الواحد بيت ما يبدا يصلي وكده، يعني هتحسبها يعني المتوسط 5 فروض في 5 يعني 25 دقيقة. وممكن أقل بكثير، يعني في ناس يا دوب بتصلي كده خطاف زي ما احنا بنقولوها، يعني هتلاقيها يا دوب الواحد. لا في ناس بتقول لك يلا نضربه، في ناس يقول لك يلا نضرب الظهر بسرعة. يا الله يا الله. والله العظيم لا حول الله يا رب. اقسم بالله بقول لك يعني انت ما بتسمعهاش بالله عليك. نخطف الظهر بسرعة ونجي لك. نخطفه تعال نخطف الظهر بسرعة ونيجي. تعال نخطف الظهر بسرعة. لا حول الله. انت بتبقى مثلا قاعد يا راجل. اول البارح نسمعه في ماتش، قاعد نسمعه في ماتش كورة. نعم. مثلا الماتش مثلا لعب الساعة 8 واحنا الناس اللي قاعدين سامعين مصلين العشاء وقاعدين مثلا خلاص. تم قاعد جبن الشوطين، قاعد 10 دقائق، فضل يجي 5 دقائق عشان يبدا الشوط الثاني. طب بسرعه يا شباب يلا نخطفوا العشاء بسرعه. اخطف مين يعني؟ بصيت فيه كذا وسكت. الله يهديك. لا تخطف عيشه بركه واحد الله يا عم. يا الله. والله العظيم زي منك. يلا اخطف. ولا مثلا تبقى ماشي مع واحد وينحرج منك، هو ما بيصليش اصلا، تمام؟ ايوه. ينحرج منك مثلا، تمام؟ والله العظيم اقسم بالله العظيم حصل ان مره واحد صلى معنا من غير وضوء. والله العظيم زي ما نكلم. في ناس بتستهون ابو حمزه، ربنا يهديها النفس. الله يهديهم، الله يهديهم، يصلح حالهم يا رب. انا دلوقتي كنت فاتح لايف، انا قبل ما تطلع انت جانا واحد، تمام؟ فانت من وين؟ قلت لي انا بدي من وطن الازهر وبلاد النيل. وبعدين سالته انت من فين؟ قال لي انا من السعوديه، تمام؟
نعم. فجبنا سيره ابو طالب، قال لي مين ابو طالب؟ تهزر. انت مش عارف مين ابو طالب؟ انت مش عارفه مين؟ لا حول الله يا رب. طب والله العظيم لو نجيب محمد ابني محمد ورحمه اطفال، لقيتهم اكيد عاملين اكيد يعرف. مسابقه. ايه المسابقه اللي هم عاملين؟ ايه المسابقه اللي هم عاملين؟ شوفوا مين اللي حافظ مثلا ايش، مش هنقول لك قران اكثر، لا، اللي حافظ مثلا اسماء صحابه اكثر. يعني هو الصحابي بالقبيله بتاعته مثلا، امم. فهمتني؟ يعني مثلا علي بن ابي طالب، تمام، من بني هاشم مثلا. عمر نعم. بن الخطاب من بني عدي، تمام. نعم. عثمان من بني اميه. عبد الرحمن بن عوف من بني زهره مثلا كذا، اه. بالقبيله أي. بتاعته. انت بتيجي تلقى عيل عنده 7 8 سنين يحرجك، وانت راجل كبير عندك 40 سنه وما انتش عارف ابو طالب مين. ده قمة بقول لي ده ابو طالب ده كان صحابي. ده والله العظيم الناس معايا بتقول لي طمع. هو ابو طالب ده كان صحابي. كمان انت مش عارفه كان صحابي؟ يقول لك انا ايش. لا حول الله يا رب. ده في ناس مفتقدة ومش داخلة أصلا، ومش ناوية تدخل، يعني بيكونوا كده يا دوب الإسلام بس في البطاقة، بس في الهوية. يا رب بالبطاقه بالبطاقه. اه. والله العظيم البطاقه يا له من دين. قال ابو بصير الثقفي عليه رضي الله عنه، قال يا له من دين لو ان له رجال. نعم. يا له من دين لو ان له رجال. مم. في البداية سيدنا الرسول في بداية الإسلام وكده، ولما قال لعمه أبو طالب، فأبو طالب قال لابنه علي، قال له تلزم ابن عمك، مم. تلزمه، تخليك معاه دايما، علشان كان عارف ان هو نبي وما رضيش يامن بيه. اللي خلاه ما يامنش بيه الكبر، ينطق الشهاده، برغم ان هو كان عارف ان هو ده نبي، والد اخوه وكل شيء، ولكن الكبر والغرور ما خلوش ينطق الشهاده. حتى الرسول يعني في معنى الكلام قال له يا دوب بس انت قولها وخلاص، يعني يقول اشهد ان لا اله الا الله وما تقولش ان محمد رسول الله. فقال له فخاف، يقول لك احسن ايه يقولوا ان هو قالها وهو على فراش الموت. هو ابو جهل كان واقف عند راسه، كبراء قريش كانوا واقفين عند راسه عندما اتته نعم. المنيه وهو يحتضر. جاءت اليه قريش، او جاء له كبراء قريش، فجلسوا نعم. بجواره، والنبي في جنب، هم في جنب. هو يقول يقول يا عمي قلها كلمة أشفع بها لك نعم. عند ربي. كلمة واحدة يقولها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. والتانيين يردوا عليه يقولوا ليش أتموت على غير ما مات عليه أبوك نعم. وجدك؟ الكبر أنت عاوز والجاهليه. تسيب دينك ودين آبائك وأجدادك؟ فهم يا عم هم عذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، عذبوا النبي فعلا. صلى الله عليه وسلم. جدا. أنت عذبوه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تخيل يا أخي إيش قصة الناس ديت يا رد، حاجة رهيبة. والله العظيم حاجة رهيبة. وحقيقة للحق كان في ناس برضك عشان تبقى فاهم ما أذوش النبي. مثلا أنت لو دورت على عتبة بن ربيعة تلقى النبي صلى الله عليه وسلم لم أقرأ عن موقف أذى فيه النبي. بل عتبة بن ربيعة يوم طرد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وجاء إلى حائط عتبة وشيبة وجلس بجواره، تمام، يستظل في الظل وهو مصاب ودم، تمام. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم طلقوا عليه الفتية والصبيان يحدفوه بالحجر. حتى لما سألت السيدة عائشة عن أشد موقف تعرض له النبي، قال أشد موقف تعرضت له من قومك يوم الطائف، نعم. يوم أرسلوا علي الفتية والصبيان يرجموني فأدموني، يعني عوروه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده إلى السماء: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم جلس بجوار حائط لعتبة وشيبة أبناء ربيعة، فرآه عتبة وهو بجوار الحائط، فرق للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بغلام له اسمه عدس، فأعطاه قطعة من العنب وقال أذهب إلى هذا الرجل وأعطيها له. فذهب نعم. الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما أخذها منه قال بسم الله. قال الغلام هذا آتي من بلاد النصارى، فسمع كلمة بسم الله، والنصارى يقولوا بسم الله، تمام. نعم. فتعجب، قال ما سمعت هذا في بلاد العرب؟ قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دعاه إلى الإيش؟ إلى الإسلام. فنظر شيبة إلى عتبة وقال أما غلامك فقد أفسده عليك صاحبك. أفسد عليك الغلام يعني. فهمتني؟
كان فيهم ناس سبحان عقلاء، الله. مثلا أبو البحتري بن هشام. لم يأذي النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك مع من شاركوا في تقطيع صحيفة بني عبد بتاعت اللي كانوا محاصرين فيها النبي في الشعب، بني كانت موجودة هاشم وبني في الكعبة. ايوه، كانوا محاصرين النبي. تمام، هو شارك وساهم مع اللي قطعوا الصحيفة. لذلك يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ومن وجد أبو البحتري بن هشام فلا يقتله. قال إحدى الصحابة: أنقتل آباءنا وأعمامنا وأخواننا ونترك العباس بن عبد المطلب؟ والله لو وجدته لألجمنه بسيف هذا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم ثم شكى لعمر قال: يا عمر، أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله أقتله فقد نافق. قال: ماذا لو قالت العرب إن محمد يقتل أصحابه؟ ثم أثناء المعركة التقى صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم المجذر البلوي، التقى بمن؟ التقى بأبي البحتري بن هشام في أرض المعركة وهو يقاتل مع صديق له سوية. نعم. فقال له أبو البحتري، قال له المجذر: يا أبو البحتري، نهانا رسول الله عن قتلك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك. قال: وصاحبي؟ قال: والله ما نحن بتاركيه. قال: إذن لأمتن أنا وهو. شوف يا أخي الصداقة صدق القول عند العرب. فعلا. قال: وصاحبي؟ قال: والله ما نحن بتاركيه. قال: إذن لأمتن أنا وهو. اللي أجمل من كذا أن الإمام الغزالي في طبعة بيروت يقول لك: كيف اضطر المجذر إلى قتلهم. نعم. تخيل رجل قتل رجلين وهو مضطر، فهمتني؟ فاضطر المجذر إلى قتلهم. موقف جميل ثاني أثناء المعركة، سيدنا علي رضي الله عنه يقاتل، رضي الله عنه وارضاه، فيرى مطعم ابن عدي يقتل صاحب رسول الله عبد الله بن الأخثم أو عبد الله بن خثامة. علي رضي الله عنه يقاتل في أرض المعركة، فيرى مطعم ابن عدي يقتل عبد الله بن الأخثم أو عبد الله بن خثامة، يراه. نعم. فيثبت علي، يرى صاحب رسول الله قتل أمامه، فيثبت علي للثأر لعبد الله. يأتي سيدنا علي مسرعا لينصر عبد الله أو ليثأر لعبد الله رضي الله عنه. فيجد مطعم على مكان مرتفع، والفارس عندما يكون على مكان مرتفع تكون له الغلبة. أكيد. مطعم ابن عدي يقف على مكان مرتفع ويبدأ القتال مع علي، فعندما يكون الفارس على مكان مرتفع تكون له الغلبة. فسيدنا علي تارة يحجم عنه، تارة يكر وتارة يفر، يناوش الرجل حتى يستطيع أن ينزله من مكانه، ثم يبدأ بينهم القتال. فيسمع علي رجل ينادي من خلفه: أخفض علي، أخفض علي. فيخفض رأسه علي رضي الله عنه، فإذا بالسيف يمر من فوق رأس علي ويقسم الرجل إلى نصفين. فيلتفت رضي الله عنه فيقول علي: وجدته عمي حمزة. ما شاء الله. حمزة كان عملاق، سيد الشهداء، كان عملاق. نعم. موقف جميل آخر، أول وقود المعركة يوم بدر، أول وقود المعركة، الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. نعم. الأسود ابن عبد الأسد المخزومي كان رجل سرس سيء الأخلاق. للتعريف للي ما يعرفوش، هو أخو أبو سلمة. من أبو سلمة؟ زوج أم سلمة التي تزوجها النبي فيما بعد صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى أمهات المؤمنين. يخرج هذا الصنديد الأسود بن عبد الأسد المخزومي، عندما رأى الحوض الذي صنعه أصحاب رسول الله انتفخ والله ساخرا، ثم قال: لأشربن من حوضهم، والتي والعزة لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه أو لأمتن دونه. هنا كر عليه حمزة رضي الله عنه. يقول الإمام الغزالي: فتقاتل حمزة مع الأسود، فضربه حمزة ضربة فطنت قدمه، أي قطعت قدمه. نعم. فقفز عدو الله داخل الحوض وقدمه تشخشب دماء وهو ينظر نحو أصحابه يريد أن يبر يمينه، فأثنى عليه حمزة بضربات داخل الحوض فقتله. حمزة كان عملاق، كان عملاق. لما رضي الله عن حمزة سيد الشهداء
سيد نعم الشهداء. يا أخي النبي من حزنه على حمزة كان يقول اللهم لا تفجعني في العباس كما فجعتني في حمزة. نعم اللهم لا تفجعني في العباس كما فجعتني في حمزة. يا أخي حزن عليه النبي حزن طويل، حزن. نعم يعني وحشي لما أسلم وحشي وجاء إلى النبي قال له قص علينا كيف قتلت حمزة، قص علينا كيف قتلت حمزة. قال، يقول وحشي قاتل حمزة، يقول رأيته في عرض الناس كالجمل الأورق، وهو يصف حمزة رضي الله عنه وهو يضع ريشة نعام على صدر حمزة أثناء المعركة. يقول رأيته في عرض الناس كالجمل الأورق يهد صفوف المشركين هدا، ما ترك منهم جريحا رضي الله عنه إلا زفزف عليه. يقول فاستترت منه بحجرة حتى إذا دنا مني قذفت أو طلقت فيه حربتي. يقول فوقعت بين ثناياه وخرجت من بين أرجله. يا يقول الله. فنظر إلي وكان يريدني. يقول وحشي فنظر إلي وكان يريدني ولكن غلبته آلامه وجراحه فسقط. سقط رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة. نعم أتت هند بنت عتبة ففعلت ما فعلت، جدعت أنفه وقطعت أذنه وبقرت بطنه وشقت صدره وأكلت كبده. هكذا قيل، أكلت كبده. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على حمزة ورأى ما به، قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات أثناء الغضب، قال لأتركنك في حواصل الطير وبطون السباع إلى يوم القيامة، ولأخذن بك 3 أرباع قريش، وأن ظفرت بهم لأمثلن ب70. نعم ثم خاش صلى الله عليه وسلم أن تكون سنة من بعده فنهى عن ذلك. نعم نعم بكى عليه بكاء طويلا وحزن عليه حزنا طويلا. فجاءت صفية رضي الله عنها بعد أن علمت ما جرى بأخوها، صفية بنت عبد المطلب عمة النبي وأخت حمزة، نعم نعم جاءت فأشار النبي إلى الزبير رضي الله عنها ابنها أن يمنعها، فقالت إليك عني يا بني فقد علمت ما جرى بأخي، فما أبقى الله لنا أكثر مما أخذ. تقصد أن أخذ حمزة وأبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عليه مصيبة الصلاة بعد والسلام. رسول الله جلل، كل مصيبة بعد رسول الله جلل. لما رأت وقفت عليه قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، استغفرت واسترجعت من حزن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على حمزة، عندما مر بديار بني الأشهل وهو راجع من غزوة أحد. مر على ديار بني الأشهل فوجد نساء بني الأشهل تبكي قتلاها. قال تبكون قتلاكم أما حمزة فلا بواكي له. فلا بواكي. فاحتشمت نساء الأنصار فجاءوا إلى بيت رسول الله ليبكوا حمزة. الأولى أن تبكوا حمزة عم رسول الله، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبكوا، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من البكاء. عليه الصلاة والسلام. حمزة كان عملاق يا أبو حمزة. نعم يوم بدر تراتل الجيشين، فنزل عتبة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة وطلبوا المبارزة، فخرج لهم رهط من شباب الأنصار، أي مجموعة من شباب الأنصار، فقال نعم لهم عتبة من أنتم؟ قالوا نحن رهط من شباب الأنصار. قالوا كفت كرامة ما لنا بكم حاجة. ثم نادى عتبة بصوت مرتفع يا محمد أخرج إلينا أكفان من بني عمنا. نعم يا أخي بمن بدأ محمد صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بحمزة. ينادي عتبة يا محمد أخرج إلينا أكفان من بني عمنا. والله ما بدأ إلا بآل بيت محمد. يا أخي أكثر بيت يا أبو حمزة قدم الشهداء والضحايا في سبيل الله لبيت محمد بن عبد الله. نعم قدم حمزة، قدم وعلي. عبيدة يوم بدر، وحمزة يوم أحد، وجعفر يوم مؤتة، وقدم عليا مغدورا في صلاة الفجر، وقدم الحسن مسموما شهيدا، وقدم الحسين وأبنائه وأبناء عمومته مجندلا في كربلاء. بمن بدأ النبي؟ قم يا حمزة. من حمزة؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. قم يا عبيدة يا ابن الحارث. من عبيدة ابن الحارث؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قم يا علي يا ابن أبي طالب. من علي؟
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين من أبناء عمومته وعمه. ولكن يا نعم. أخي تتخيل أنت إن أنت مثلا تقول لعمك فز أو قم يا حمزة فيقوم رضي الله عنه ملبي صدى النداء، قم يا حمزة فيقوم ده لابن النبي. أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيبارز حمزة عتبة وشيبة وعبيدة شيبة والوليد لعلي. أما حمزة وعلي فلم يهمل قرينهم أن قتلاه، وأما شيبة وعبيدة فاختلفت بينهم ضربتان فسقط كل منهما عن صاحبه. ماذا يفعل حمزة وعلي؟ نعم. كر علي وحمزة على شيبة فقتلاه، وحاملوا عبيدة وقد قطع قدمه فمات رضي الله عنه. ولكن بعد 3 أيام من معركة بدر مات رضي الله عنه بعد أن مات بالصفرة، أي بعد النزيف من الدم وكثرة الدم. لأن القتال قديما بعد يا أبو حمزة النزيف. كان الرجل قتال الرجل، وكانت السيوف هذه مصدية نعم، عشان أيوه، تبقى فاهم، بالسيف. سيوف أيوه، اللي مصدية، يتعور بها كان حربة يحصل له مصدية. تصدي. حتى اللي ما كانش مات بالسيف. طيب سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، ما هو مات بعد الإصابة بقديش؟ هو كم؟ أصيب يوم الأحزاب، في معركة الأحزاب، ومات في معركة بعد ما غزوة بني قريظة. فهمتني؟ فترة. نغر عليه جرح، بيحصل نغر يعني تسمم. الجرح ده التسمم مثلا، اللي هو اللي احنا بنقولوا عليه الصديق اسمه إيه، بنقولوا عليه التتنس مثلا، حاجه كده. فهمتني؟ بيحصل له لكن تتنس. فكان القتال الحربه دي بتبقى قديمه ومصديه، والسيوف كذلك الامر، أكيد. والغرغرينه على راي الاخ. فكانت الناس تصاب لكن والله العظيم انا على قد ما قريت ان جعفر بن ابي طالب لما استشهد رضي الله عنه، على ما اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحزن على جعفر مثل ما حزن على حمزه. فهمتني؟ وعندما سويت بين حزن النبي على حمزه وابنه ابراهيم، يعني هذا استنباط مني انا ان النبي صلى الله عليه وسلم حزن على عمه اكثر من ابنه، على ما اعتقد انا، يعني على قدر قراءتي يعني. مم. فهمتني؟ لأن ده اللي انا سيدنا حمزة فهمته من برضو. حزن النبي على حمزه. سيدنا حمزة برضو في البداية لما أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام. عمرو بن هشام. لا. لما أذى النبي وكده، فراحوا ضربوا. قال له أتسبه وأنا على دينه، وكان لسه ما أسلمش سيدنا حمزة. ما كانش اسلم. هو كان في نعم. الصيد، كان في رحله صيد. فلما رجع قال له احدى عبيده او احدى مواليه، يقول لقد ضرب ان ابو الحكم ضرب ابن اخيك على وجهه. نعم. فجاء رضي الله عنه. يعني العرب كانت يا ابو حمزه عشان تبقى فاهم مبدا انصر اخيك ظالما او مظلوما. كان اذا غضب احدهم غضبت له الاف السيوف. اذا نعم. غضب احدهم غضبت له الاف السيوف. جاء غاضبا ثم قفز عن فرسه ولطم ابو جهل على وجهه وقال ردها ان استطعت، اتسبه وانا على دينه؟ فلم نعم. يستطيع عدو الله ان يقوم من لم مكانه. يستطيع. لم يستطيع رضي الله عن حمزه. سبحان الله، يعني نصره وكان لسه مش على دينه. على وبعد دين. ما برضه سيدنا عمر بن الخطاب وأسلم، فدخل الرسول قال له نطلع ونصلوا عند الكعبة، في معنى الكلام يعني. قال له ألسنا على حق؟ قال نعم. قال خلاص نطلعوا، يعني معنى الكلام نطلع نصلوا عند الكعبة. فساعتها لما طلعوا، ابن فالكفار شافوه طالعين كده، فعاوزين يدخلوا، زي ما يقولوا كده يزولوهم او يضربوهم او كده او يمنعوهم. فواحد تاني من الكفار قال له صفين فيهم عمر بن الخطاب وحمزه بن عبد المطلب، ما تقدرش تدخل وسطيهم، بس كان دول خلاص، دول الاسود بتوع الاسلام، ازاي تدخل وسطيهم دول وتتكلم؟ انت تعرف ان عمرو بن ود العامري فارس الليل. نعم. عمرو بن ود العامري فارس الليل. اه. عمرو بن ود اولا في تاريخ العرب، هذا اقوى نزال صار في تاريخ العرب،
في تاريخ العرب اللي أنا قريته كله، يعني الله أعلم، في ممكن نعم يكون أشد حاجات من كذا، ولكن كلمك على الشيء اللي أنا قريته. يعني لم أقرأ على نزال مثل نزال عمرو لعمرو أو علي لعمرو. لم أقرأ على قوة نزال حدثت في أرض العرب مثل نزال علي لعمرو. في الجاهلية تقاتل عمرو بن ود مع عمر بن الخطاب، وعليك أن تتخيل غطرسة عمر في الجاهلية. نعم وعمر أنت تعلم من هو، فخبره ملء السمع والبصر. فجاءت قريش لهؤلاء الصخرتان التي اصطدما، اجتمعت قريش بينهم، وقد أقسم كل منهما أن يهزم صاحبه. ما فيش، انتهى الأمر. نعم صخرتين استخدموا بعض، عمر بن الخطاب في الجاهلية لا يمكن، وعمرو بن ود العمري. فاجتمعت قريش ليفكوا هذا الأمر. إيه اللي يحصل؟ فجاءوا بعير، جاءوا ببعير، فقالوا هذا بعير نضعه أمامكم، نحط البعير ده قدامكم. نعم من فيكم يضربه بسيفه فيقسمه إلى نصفين فهو المنتصر، حتى لا يتقاتلوا. أيوه يعني هم استهوانوا البعير حتى لا يتقاتل. ما فيهم واحد لو تقاتل واحد فيهم هيقتل الثاني. معروفة يعني. فجاءوا ببعيرين، بعير أمام عمر وبعير أمام من؟ أمام عمرو. فضرب كل منهما بعيره. أما عمر فضربه فلم يشطره إلى نصفين، ظل متعلقا بعد الشيء. أما عمرو فضربه فشطره إلى نصفين. فقبل عمر بهزيمته رضي الله عنه. ثم جاءت هذه اللحظة المفصلية في تاريخ الإسلام، وهو يوم الأحزاب، يوم جاءت قريش بحدها وحديدها تحاد الله وتكذب رسوله. يأتي عمرو إلى الخندق فيتمم الخندق أو ينظر إلى الخندق، ثم يقرر أن يقتحم الخندق، فيتبعه ضرارة بن الخطاب وعكرمة بن أبي جهل، فيقتحموا الخندق، ثم تجري بهم خيولهم في السبخة بين السلع والمدينة. نعم بعد أن اقتحموا الخندق جرت بهم خيولهم في السبخة بين سلع والمدينة، ضرارة بن الخطاب وعكرمة بن أبي جهل وعمرو بن ود العامري. الاثنين دول أسلموا. أما عمرو فنزل عمرو أو وقف عمرو ثم نادى يا محمد، تدعون أن قتيلكم يدخل الجنة، فمن أراد أن يدخل الجنة فليأتي إليه. نعم بعض الروايات تقول حجمت عنه الناس لفرط شجاعته، لفرط شجاعته التي ليس لها مثيل. عندما نادى لم يتكلم أحد من الصحابة يا أخي. وعليك أن تتخيل أن علي في هذه الوقت عشرينات في العمر. نعم علي في هذه اللحظة عشرينات في عمره. لسه شباب. يقف علي رضي الله عنه، أنا له يا رسول الله. ولكن أراد النبي أن يعلم علي قدر عمرو أو يخبر الناس بقدر عمرو، فقال أجلس يا علي إنه عمرو، مش لعب بالكلام. نعم فيصول ويجول ثم يقول لقد مللت من النداء في جمعكم. وصلت خلاص، مللت من النداء في جمعكم. من أراد أن يدخل الجنة أو يذهب إلى الجنة. فيقف علي أنا له يا رسول الله، فيقول أجلس يا علي إنه عمرو. ثم يكثر عمرو الكلام فيقف علي ويقول أنا له يا رسول الله. فيدعي النبي صلى الله عليه وسلم علي. قيل إنه ألبس عمامته، وقيل إنه أخذ بعض شعرات من رأسه ووضعها في عمامة علي، ثم تكمم علي رضي الله عنه حتى يحجب عن عمرو صغر وجه علي. فخرج علي رضي الله عنه إلى عمرو فتحدث معه، فقال عمرو من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال أرجع فأبوك صديقي وأنا لا أريد أن أفجع أبوك فيك. قال أما أنا فأنا أريد أن أفجع أبوك فيك. قال استصغروك فأرسلوك. قال بل استحقروك فأرسلوني. يقول عمرو استصغروك فأرسلوك. قال بل استحقروك فأرسلوني. ثم دعاه علي رضي الله عنه إلى الإسلام حتى يقيم عليه الحجة. نعم قال لك عندي ثلاثة،
قال لك عندي ثلاثة، أما أن ترجع فلا تقاتل مع قريش، فقال أما هذه فلا، فوالتي والعزة لا تتحدث بها نساء قريش. قال والثانية أن أدعوك إلى الإسلام، قال وهذه فلا. قال والثالثة، قال أن أقاتلك الآن. ثم نعم تحدث معه علي رضي الله عنه بكلمات فأغضبته، فنزل عدو الله عن فرسه ثم أقبل على فرسه فنحره، ذبح نعم الفرس، ثم أطلق هجوما قاتلا على علي رضي الله عنه، وعلي يتقظ هذه الضربات الهائلة من هذا الثور الهائج. يتقي علي رضي الله عنه هذه الضربات الهائلة حتى ترك، يقول الإمام الغزالي، ترك جرح أجوف في رأس علي رضي الله عنه. ثم ضربه علي ضربة رضي الله عنه فلقت همته، بل وبلغت إلى سرته، حتى سقط عدو الله على الأرض فهدى الغبار، فإذا بعلي يقف على رأس عدو الله عمرو بن ود ويقول الله أكبر، فعلم رسول الله إن علي قتل ما شاء الله عمرو. ما شاء الله. يحاربون بالصدق علي كان والإيمان. يا عم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا القوم رباهم رسول الله يا أبو نعم رجال، رباهم رسول الله يا أبو حمزة، رباهم محمد. علي كان متربي في بيت من؟ متربي في بيت رسول الله. يا أخي تخيل رجل رباه رسول الله، ما أجمل. رجل رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده احنا اللي ملتزم فينا شوية بتتفرج على رباية عياله وبتقول بسم الله تبارك الله. تخيل رجل رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباه محمد بن عبد الله. الله يرضى والسلام. ربنا يرزقنا حسن الختام. آمين يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. برضو سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عن خالد. اللهم آمين يا رب العالمين. تقاتل الفرس والروم 700 عام، 1000 معركة، نعم ما استطاعت قوة منهم أن تهزم الأخرى. جاءهم خالد برجال رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هزم كليهم في 4 أعوام، هزم كليهم في 4 أعوام. اتحدت القوتان على كسر خالد ووقف زحف رجاله، هزمهم رضي الله عنه في 15,000 رجل، سلب أملاكهم ومزق أجسادهم وضرب أعناقهم وتركهم طعام للسباع في البراري. خالد وما أدراك ما خالد. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحملها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. سيف من سيوف الله. نعم. رضي الله عن خالد. سيف الله المسلول. أموت على فراشي كما يموت البعير، يقول أموت وفي جسدي 1000 ضربة، 1000 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. وأموت على فراشي كما يموت البعير، لا نامت عين الجبناء. لا نامت عين الجبناء. رضي الله عن أبو سليمان، رضي الله عن أبو سليمان، عندما مات خالد رضي الله عنه وعلم عمر بموته، انزوى رضي الله عنه في مكان قصية، ثم راح يبكي: رحلوا وتركوك يا عمر، رحلوا وتركوك. كانت بين سيدنا خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب، كان سيدنا عمر بن الخطاب له وجهة نظر بعيدة، فلما مسك الخلافة بعد سيدنا أبو بكر الصديق نزله، كان هو قائد الجيش، عزل خالد عن قيادة الجيش، فخلى أبو عبيدة هو القائد. إلا سيدنا عمر كان عنده بعد نظر في شيء، وسيدنا أبو بكر عنده بعد نظر في شيء آخر. نعم. حدث أمر، قريت رواية إن حدث أمر في عهد عمر، في عهد أبو بكر رضي الله عنه، إن عمر ذهب إلى الحج وخالد على قيادة الجيش، على رأس الجيش. فعندما ذهب عمر إلى صدق الرواية الله ورسوله أعلم بها، ولكن
أن عمر لما ذهب إلى الحج وجد خالد تارك الجيش وأتى إلى الحج، ودخل في بيت الله الحرام أو بجوار الكعبة وهو يضع السهوم في الثوب، الأسهم، دخل بلباس حربي، يلبس آمة حربه بجوار بيت الله الحرام. فغضب عمر وقام إلى الأسهم فكسرها. قام عمر لما شاف خالد أخذ الأسهم وبدأ في تكسير الأسهم. تمام. وظلت هذه بين عمر وخالد، لأن زيع في الناس، إن خشى عمر أن تقول الناس إن المسلمين لا ينتصروا إلا بخالد، لأن الفرس كانوا يتخيلون في خالد في الأبار. الفرس كانوا إذا أتوا إلى البير ليشربوا منه كانوا يتخيلون بخالد، كان لما اللي يشوف خيالهم خياله في الماء يقول خالد. نعم. لدرجة إن جورج عليه، أنت تخيل إن في واحد صحابي تقول اسمه جورج رضي الله عنه. معقولة؟ والله اسمه جورج الصحابي. جورج رضي الله عنه قال: يا خالد اصدقني القول، أنزل الله سيف على نبيك فأعطاه إياك فلا تقاتل أحد إلا وانتصرت عليه. شفت الكلام؟ شوف، من كثرة انتصاراته، من كثرة الانتصارات كانت الفرس كانوا يختلون. سيدنا عمر يقول: والله ايش ليوسوسن الشيطان في الفرس بخالد بن الوليد. نعم. والله لما جاء عمر إلى خالد وقال إلى أبو بكر، وقال: يا أبو بكر اعزل خالد عن قيادة الجيش. قال: أغمد سيف صلاه ثكلتك أمك يا عمر، أغمد سيف صلاه الله على العداء. نعم. أغمد سيف صلاه الله على العداء. خالد كان رضي الله عنها لم تفشل عبقرية لخالد إلا يوم أحد. فشلت أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيجي نلقى واحد المفروض أنه دكتور، ولكن يا أخي أنت تتكلم عن رسول الله وأصحابه، المفروض تكون مؤدب في الكلام. يعني أنت المفروض تكون مؤدب، والراجل اللي تحتي بيقول: يا راعي الغنم رد علي، المفروض يكون مؤدب برضه، صح ولا شو؟ مظبوط. وبعدين راعي الغنم دي الواحد يتشرف بها بصمة شرف. ده هو حب يعني يقلل، ولكنه زادك شرف وتكريم. والله الحمد لله، وانا عايش في خير وفي عيش، والغنم هذه سترتني وربت. انا عندي غنم وبرعاها. يعني ايه الفكرة؟ يعني الرسول ما من نبي الا ورعى الغنم. قال: عليكم بالاسود منها فهي مباركة. نعم. وقال: صلوا في مرحاها وامسحوا رغمها فهي من دواب الجنة. ونهانا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابط الإبل، ولم ينهانا عن الصلاة في مرابط الخيل. وقال: الخيل تفر منها الشياطين، والإبل تستحوذ عليها الشياطين. وقال: يا فاخذ اتخذي غلم ففيها بركة، وفي رواية فإنها تعدو بخير وتروح بخير. نعم. عليه أفضل الصلاة. وعليك أن تتخيل إن من رعى الغنم في جبال مدين 10 أعوام يا فارس مرافقا للسباع والضباع والذئاب في البراري، أصبح كليم لله رب العالمين واصطفاه الله لنفسه. وإن عمر من رعى إبل الخطاب في شعاب مكة قاد دولة تبدأ بصور الصين العظيم وتنتهي بأدغال إفريقيا. رضي الله عنه. اللهم صل وسلم وبارك على من حول رعاة للغنم قادة وملوكا للأمم. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هو الصالح. احنا كنا بنتكلم على ايش؟ كنا بنتكلم على سيدنا خالد بن الوليد. عبقرية خالد لم تفشل له رضي الله عنه عبقرية إلا يوم أحد. فشلت عبقرية خالد أمام عبقرية رسول الله. بس برضه هو اللي انتصر أبو محمد. لا، ما انتصرش. عاوز دليل أنت؟ عاوز دليل إن خالد ما انتصرش؟ لا، خالد انتصر. طيب ماشي، نديك دليل إن خالد ما انتصرش. إيه هو؟ ونديك دليل إن عبقرية خالد فشلت أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما البني آدم يا الغالي لما يجي يقرأ شيء يتمعن فيه، يتمعن في الشيء اللي أنت بتقرأه. ومش ضروري تقرأ في اليوم صفحة، لا، اقرأ في اليوم سطرين بس اعرف أنت بتقرأ إيش. لما استدار خالد رضي الله عنه عندما فر جيش قريش وانتهز خالد
فرصة نزول الرماة من على الجبل، مظبوط. استدار خالد رضي الله عنه، تمام، ثم ضرب حصار على الجبل فقتل الرماة ذبحهم خالد، ثم انفرد خالد برسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 من أصحابه. معايا؟ معاك. انفرد خالد على رأس 200 فارس على ظهور الخيل، تمام، 200 رجل على ظهور الخيل، ثم لحق بهم ما يزيد على 300 آخر، فظل 600 راجل يحاصروا محمدا و9 من أصحابه، 7 من الأنصار و2 من قريش. نعم. هل يعقل إن رجل لم يستطيع على رأس 600 أو 700 رجل أو جيش قدره 700 يحاصر 9 من الرجال ولا يستطيع قتل رسول الله بينهم وتقول لي انتصر؟ صعب. هي بالعقل ولا مش بالعقل؟ بالعقل. بالعقل، إن حسبتها بالعقل. سيدنا خالد رضي الله عنه، قريش كانت جاية من مكة في عدد 3000 رجل، تمام، ومعهم 200 فرس. 200 فرس، والفرس في الزمان ده، في الزمن اللي نتكلموا عنه ده، كان بقدر دبابة، زي ما يكون دبابة دلوقتي يعني. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في 1000، فانشطر عدو الله بثلث الجيش، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700 من أصحابه ومعهم فرسين فقط لا غير، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن عمرو. نعم. وقريش 3000 رجل ومعهم 200 فرس، تمام. لما عصوا الأوامر، لما الرماة عصوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كسروا أوامر رسول الله ونزلوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو رأيتم الطير تخطفنا فلا تنزلوا، فلا تبرحوا الجبل، إن رأيتمونا غنمنا أي انتصرنا فلا تقاسمونا، ما تركوناش، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنزلوا من على الجبل، بمعنى الحديث يعني ما تنزلوش مهما حدث الأمر. فلما بدأ القتال انتصر المسلمين انتصار باهر في الأول، قول يا بني عبد الدار، يا أخي 10 قتلوا من بني عبد الدار اللي كانوا حاملين اللواء، 10 قتلوا من بني عبد الدار في المبارزة الأولى. طيب، فرت قريش فرأوا الرماة المسلمين يغنمون في أرض المعركة. نعم. بدأ حب الدنيا يتسلل إلى بعض القلوب، فنزلت الناس لتقاسم الناس في الإيش؟ الأغنام. في الغنائم. الغنيمة. في الغنائم. هنا عبقرية خالد عبقرية رهيبة. رأى خالد هذه الفرصة فكر بالخيال اللي هم حددهم 200. كر خالد مسرعا فاستدار حول الجبل، تمام، ثم صعد الجبل فلم يتبقى مع القائد الذي تركه رسول الله إلا 12 واحد، الباقيين نزلوا كلهم. فلم يتبقى إلا 12 صحابي اللي ما رضوش ينزلوا، فصعد خالد الجبل ذبحهم، تمام. ثم انفرد خالد ومن معه، ثم تبعه جيش قريش، جاء الجيش المشاة انفردوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 9 من أصحاب رسول الله. ضرب عليهم خالد ورجاله طوق. من الأصل اللي كانوا 7 من الأنصار و2 من قريش؟ سعد وطلحة، تمام. سعد يتطرس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة في ظهره يحمونه من السهم، والأنصار قالوا: رسول الله لا يخلص إليه، رسول الله لا يخلص إليه. كلما أتت هجمة نزل إليهم واحد فقتل حتى كان آخرهم عبيد الله بن السكين رضي الله عنه، قاتل حتى وثب عليه جرحه فسقط. ثم ظل رسول الله في القريشيان، في سعد وطلحة، ظل في القريشيان يواجه القريشيون. خالد في هذه الأثناء اكتمل جيشه بالكامل، فضربوا طوقا على رسول الله فما استطاعوا قتله صلى الله عليه وسلم. عن أي انتصار تحدثني؟ أنت تحدثني عن انتصار على رجل لا ما تتكلمش معايا في بقية الجيش. في خالد يحاصر رسول الله في 200 رجل، لا يستطيع أن يقتل رجل
يحمونه رجلان. أين انتصار اللي انتصره خالد؟ لم ينتصر خالد، لا بل قل لي إيش؟ قتل بعض الصحابة. طيب لو انتصر خالد لفر رسول الله من أرض المعركة، ولكن الرسول لم يفر، الجيش الإسلامي لم يفر من أرض المعركة، بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل إن لما أبو سفيان جه ينسحب من أرض المعركة، لما جه ينسحب من أرض المعركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي أخرج في أثر القوم فأريهم، أي ركبوا أو أمططوا الخيل وجنبوا الإبل، أم أمططوا الإبل وجنبوا الخيل. فهو أدرى النبي صلى الله عليه وسلم إن قريش لو أمططت الإبل وجنبت الخيل، أو ركبوا الإبل وساقوا الخيل، هم يريدون مكة، لأن الإبل للسفر الطويل. نعم. وإن أمططوا الخيل وجنبوا الإبل فهم يريدون المدينة، فوالله لا يدخلوها أبدا، أن جزونهم دونها، يعني النبي يقف دونها. أي انتصار؟ قتل رجال فقط لا غير من أصحاب رسول الله. ولكن من العيب أن أقول لك انهزم رسول الله. لم يهزم محمد صلى الله عليه وسلم، ولو هزم لخلص إليه خالد لقتله. أيعقل إن رجل في 3000 رجل يحاصر 3 من الرجال، سعد وطلحة، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلص إليه وتقول لي انتصر؟ لم ينتصر، بل قتل أو استشهد. ومن الأدب إن ما نقولش قتل صحابة رسول الله، نقول استشهدوا أصحاب رسول الله. استشهدوا فعلا. لم يهزم محمدا، وحاشاه أن يهزمه أحد، فهو في رعاية الله وأمنه. نعم. والله العظيم الواحد يحزن لما واحد يعرف نفسه يقول لك أنا الدكتور الفلاني، ثم يقول لك خالد انتصر والرسول انهزم. لم يهزم، ورب محمد لم يهزم رسول الله. ولو هزم رسول الله لخلص إليه خالد، لخلص إليه خالد. وهو لا أكلمك، لا أحدثك عن 3000 رجل بكل هذا الحقد والغل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأحدثك على 200 فقط كانوا على ظهور الخيل. ألا يستطيع 200 رجل بهذه الشجاعة التي كانت بها العرب، وهذه الشجاعة والإقدام، أن يخلصوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو في حماية سعد وطلحة؟ يستطيع. تعرف ليش لم يصلوا إليه؟ لأنه كان في حماية الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون في حماية سعد وطلحة. ولو استطاع، ولو هزم رسول الله، كان من الطبيعي أن يخلص سعد إلى خالد إلى رسول الله فيقتله. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. أحسنت والله. الله يبارك لك حبيبي. لكن هو تأذى النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يبلغ من العمر 57 عام يا أخي. في هذه الأثناء النبي يبلغ من العمر 57 عام، 57 سنة. يسقط صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة فيتأذى في ظهره، وتكسر رباعيته السفلى، تكسر رباعيته الشريفة رضي الله عنه، وتسيل الدماء من وجهه. صلى الله عليه وسلم يلبس خوذة في رأسه فيضربه ابن قيمة أو ابن قائمة بالسيف على رأسه، فيدخل المغفر في وجهه فتسيل منه الدماء، فهو يسقط في الحفرة الذي صنعها عدو الله. وهو يحفر في هذه الحفرة يقول: لما تحفرها؟ يقول: ربما مر محمد من هنا فسقط فيها. أنت تعرف من أجمل ما قرأته في غزوة أحد نوادر الحب والتفاني، الدفاع المستميت عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، الدفاع المستميت. يا أخي عليك أن تتخيل إن سعد يقف أمام النبي ويتترس، تمام؟ طلحة يقف أمام النبي ويتترس ويعرض بصدره حتى تأتي إليه الأسهم ولا تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي إحدى المشركين. ومن جميل ما قرأته على رغم هذا الألم والوجع الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من جميل ما قرأته سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من أمهر رماة العرب على الإطلاق، من أمهر رماة العرب. كانت امرأة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم رآها إحدى المشركين فرماها بسهم فوقع بين ثناياها فسقطت رضي الله عنها انكشفت. عندما سقطت انكشف جسدها فضحك عدو الله.
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته وأعطاه لسعد وقال: أرمي سعد، أرمي فداك أبي وأمي. فرماه سعد رضي الله عنه فوقع بين ثناياه، فسقط عدو الله انكشفت عورته، فابتسم النبي وقال: استقدت لها يا سعد، استقدت لها. الله أكبر. من جميل. كانت في نوادر حب وتفاني يا أخي. إحدى الصحابيات قالوا: مات ابنك. فقالت: ما فعل رسول الله؟ قالوا: هو بخير. مات زوجك؟ مات أخوك؟ ما فعل رسول الله؟ هو بخير. مات في الآخر. قالت: كل مصيبة بعد رسول الله جلل، كل الله مصيبة أكبر. بعد رسول الله جلل نعم. صلى الله عليه وسلم. ما أكبر مصيبة حدثت على أمة محمد هو موت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أكبر مصيبة حدثت على أمة محمد أو في أمة محمد هو موت محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت عليك أن تتخيل هذه اللحظات الرهيبة. عمر لا يدري ما يقول، حتى إنه أخرج سيفه وقال: من يقول إن محمد مات لأضربنه بسيف هذا. محمد لم يموت، بل ذهب إلى مقات ربه كما ذهب موسى ابن عمران. وليرجعن ويقطعن أيديكم وأرجلكم من الخلاف. علي خرص لسانه. عثمان لم يستطيع القيام من مكانه. ولكن من جميل ستر الله على هذه الأمة. أبو بكر. وأنت تقرأ في هذه القصة كأن الله سبحانه وتعالى خلق أبا بكر لهذا الموقف. نعم. يأتي أبو بكر رضي الله عنه ثم يقول: مهلا يا عمر، ويصعد المنبر ويقول: أيها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم. عمر ثم يقرأ قوله تعالى: إنك لميت وإنهم لميتون. يقول عمر: وكأني لم أسمع هذه الآية إلا في هذه اللحظة. أيها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لما تقرأ القصة دي بالذات أنت يا أبو حمزة تحس إن أبو بكر خلقه الله سبحانه وتعالى لهذا الموقف. استرجعت الناس عقولها. الناس للحظات كانت تاهت. يا أخي عمر رضي الله عن عمر، تخيل إن رجل بقدر عمر يسل سيفه ويقول: من قال إن محمد قد مات لأضربنه بسيفه. نعم. من قال إن محمد قد مات لأضربنه بسيف هذا. محمد لم يموت، بل ذهب إلى مقات ربه كما ذهب موسى ابن عمران. وليرجعن وليقطعن أيديكم وأرجلكم من الخلاف. عثمان شلت قدماه، علي خرص لسانه. عليه أفضل الصلاة والسلام. مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة إن في ناس ارتدوا عن الإسلام بعد موت رسول الله. قاتلهم سيدنا قاتلهم سيدنا أبو بكر وقال: والله لو منعوني عقال كانوا يؤدونه رسول الله لقتلتهم عليه. نعم. هو برضو من أصعب الأشياء اللي حصلت إن حد يكون مسلم ويرتد عن الإسلام. وهذا الشرك بالله. بص، أعظم ذنب الشرك. أعظم ذنب. الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء من دون الشرك. نعم. الشرك هذا ما يعني أنا في رأيي، أنا لما تقول لي أنت رأيك نقول لك الشرك بالله، لو رأيي ما يمثل إلا نفسي. يعني أنا ما رأيي لا يمثل إلا نفسي. لكن والعياذ بالله الشرك بالله ثم الزنا بعده. أعظم ذنب يلقى الرجل به ربه أن يأتي الرجل بعد الشرك بالله. لا أعظم ذنب بعد الشرك بالله أن يلقى الرجل ربه وقد وضع نطفة في فرج امرأة لا تحل له. كل من زنى بامرأة في هذه الدنيا، إلى كل من زنى بامرأة في هذه الدنيا عليك نصف عذاب هذه الأمة يوم القيامة. نعم. لأعظم ذنب بعد الشرك بالله، لأعظم ذنب بعد الشرك بالله أن يلقى الرجل ربه وقد وضع نطفة في فرج امرأة لا تحل له. فهذه النطفة تأتي يوم القيامة معلقة بثوب صاحبها. كل طفل يقول: يا أبي ويا أمي، وأنا أقول: يا من؟
ضيعك الله كما ضيعتني. كل طفل يقول يا أبي ويا أمي، وأنا أقول يا من؟ ضيعك الله كما ضيعتني. زد على ذلك يأتي الله سبحانه وتعالى بك أمام الأولين والآخرين يوم القيامة فيسقط لحم وجهك خجلا مما اقترفته في نفسك أو في حقك أو في حق أخوك، تعديت على عرضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني هذه الليلة آت فأخذاني وانطلقنا إلى ثقب ضيق يشبه التنور، والتنور مكان واسع من الأسفل ضيق من الأعلى، فإذا برجال ونساء عراة من هذه الأمة تقلبهم النيران على جنوبهم، تمزق أجسادهم وتفتفت عظامهم. يقول: فسألت: من هؤلاء يا جبريل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: هؤلاء الزناة والزواني، هؤلاء الزناة والزواني، إلا من تاب وأصلح. يا شباب، إلا من تاب وأصلح. من تاب وأصلح. كلنا حاملين للذنوب والخطايا، كلنا حاملين للذنوب والخطايا، ولولا رداء من الله اسمه الستر لانحنت عناقنا من شدة الخجل. فعلا من أكبر الكبائر. البني آدم يعيش في الدنيا ديت يا أبو حمزة، لا تكسر قلب أحد ولا تسرق فرحة أحد، تمام؟ حياتنا قصيرة وفي قبورنا نحتاج لمن يدعو لنا لا علينا. والله نعم. العظيم أجمل شيء أنك تعيش في الدنيا هذه مع نفسك، مع نفسك، فهمتني؟ لا تختلط بحد ولا لك دعوة بحد ولا لك علاقة بحد. بالنسبة لنا احنا الجيل بتاعنا دلوقتي احنا داخلين على الأربعينات، صح؟ نعم. ما نعتقدش ان احنا نعيشوا كمان 40 سنة. الله أعلم. الله أعلم، الله أعلم. بس انت لو دورت هتلاقي أجدادنا وأبهاتنا ما وصلوش ال80. نعم. يعني خلاص قليل جدا. هو من 60 يعني 60 65 اللي هو المتوسط الأغلب الناس بتعيش. ولكن حاليا برضو في الزمن اللي احنا عايشينه موت الشباب الصغيرة أكتر من موت الناس الكبيرة. كانت الأول الناس لما واحد يوصل مثلا سن 60 أو 70 يكونوا متوقعين إن هو يعني خلاص، ولكن حاليا موت الشباب يجي أكتر من موت الناس الكبيرة. فواجع الأقدار. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوم ما على لوح من الحب محمول. ايوه. أهل القبور محبوسون في قبورهم نادمين على ما فرطوا، والأحياء على ما ترك الأموات